لو عندك ابن فضحي حبيبي اللي مشرطنا في كل حتة وبيقول اللي بيحصل في بيتكم، اسمعي الفيديو ده. ازيكم؟ حد عنده رويترز زيي؟ حبيبي اللي مشرطنا، ابني الصغنن الرويتر اللي كل حاجة يقولها قدام الناس. لو انت عندك رويتر زيي تعالى اقولك اعملي ايه. قاعدة كده قدام الناس، حصل طبعا كل حاجة اتقالت قدام الناس من اللي حصلت عندكم. اوعي تقولي له اسكت، اوعي تقولي له ما تتكلمش، اوعي تزهقي عليه ولا تضربيه ولا تناديله وتقرصيه من اللباليب. اوعي، لان هو كده كده هيعند معاكي وهيكمل وهينفض لك كمان قدام الناس ويكمل كلامه عادي وانتي قاعده مشلوله في مكانك. لما يحكي قولوا له يا حبيبي عندك حق، وتحكي ضحكه كبيره قوي قدام الناس، وقولوا اللي قدام الناس اللي انتي قاعده طفل خياله واسع عادي بيحكي يعني عادي، معلش لازم نستحمله، خديها بضحك. لما تروحي بيتكم تعالى اقولك بقى اعملي ايه. قولي له واقعدي معاه قاعده لوحدكم، قولي له حبيبي لما يكون عندك سر وعايز تقوله لماما، عندك سر؟ قول له، يقول لك انا عايزه اقول لماما. طب قولوا له اتفضلي، يقول لك اي حاجه مثلا، هو ما عندوش اصلا سر. فقولوا له ينفع اقول السر ده لاصحابك وقرايبنا وكده؟ ممكن يقول لك قولوا له ينفع وحد يعرف ايه اللي ما بينه وبين ماما؟ ممكن يقول لك لا. طيب قولوا له احنا كمان لما يكون عندنا سر في البيت واي حاجه تحصل في البيت لازم نقولها قدام الناس. هيسكت شويه. قولوا له ما ينفعش نقول اي حاجه تحصل قدام الناس. كلمي معاه مرة وسقطي مرتين تلاتة، لأن الطفل بطبعه بينسى وبيخرج الكلام من الناحية التانية. سقطي مرتين تلاتة كده وقومي قايله له تاني وتكلمي معاه تاني بس بطريقة كويسة. قولي له الحاجات اللي بتحصل جوه بيتنا مينفعش تتقال بره، علشان تتنيكي تنبهيه، لأن الطفل ذكي ممكن يحس ان انتي بتعيدي وتزيدي في النقطة دي فهو يتعمد يعملها. ايه ده ماما عايزة الحتة دي، لا ده انا هعمل عكسها. وبعدين بيكلميه تاني. قولي لي في الكومنتات بقى، عندك رويترز؟ ايه الموقف اللي حطك فيه قدام الناس؟ مستنيه تعليقاتكم.